ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. عيدكم سعيد. الفيديو ده كان المفروض ينزل بدري عن كده، بس حقكم عليا، يعني انا اسفه بجد جدا. كان المفروض الفيديو ده طلب مني كتير جدا طريقه تخليل الفسيخ، والنهارده اقولها لكم وبطريقه حلوه جدا ونظيفه جدا وسهله جدا وبالمقادير المظبوطه. بس ما تنسينيش بلايك حلو منك، تشجيع كده ليا، وكمان اشتراك في القناه لو اول مره بتشوفي قناتي. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بقى شجعوني بكلامكم الحلو اللي بيفرق معايا قوي قوي. تعالوا ندخل كده في الفيديو على طول. مبدئيا كده هقولك تختاري الفسيخه ازاي، وتجيبي سمكه ايه، والتخليل بيبقى عامل ازاي، وننضفها ازاي، كل حاجه في الفيديو ده. عارفه ان الفيديو متاخر لان كان لازم ينزل من يومين ثلاثه مثلا، بس عادي هنلحق، مفيش مشكله خالص. تعالوا بقول لكم مبدئيا كده. اول حاجه انا جبت سمك بوري. وللتخليل يا بنات الفسيخ بيتخلل بسمك بوري. السمكه البوري تعرفيها منين؟ عند بقها بيبقى يعني واخده دايره كده عند بقها، او اللي هو ايه، مش واخده بوز. البوز دي سمكه تانية خالص عشان ما نتلخبطش. اللي واخده بوز دي سمكه تانية خالص. طيب، انت دلوقتي هتجيبي سمك بوري. اعرف منين ان السمكيه صبحه؟ هقول لك برضو دلوقتي تعرفي منين ان السمكيه صبحه وطازه وما تتخدعيش فيها. ولازم يا بنات السمك يبقى طازه. لازم السمكيه بتاعتك تبقى طازه. ما ينفعش اني السمك بتاعي يبقى بايت مثلا او متلج او الكلام ده كله. مبدئيا كده انتوا شايفين عين السمكه فيها لمعة وتبريئة، هو ده كده تعرفي ان السمكة بتاعتك طازة. اللمعة ديت يعني العين مش مفرقعة، مش مطفية، مش داخلة لجوه. كل ده حاجات تأكدلك ان السمك بتاعك كويس جدا وطازة وكويس قوي قوي. دي حاجة. تاني حاجة، بعمل ايه برضو عشان اتأكد زيادة ان السمك بتاعك طازة، ودي حاجة مهمة قوي قوي. ولازم كمان تكون اللي انا هقوله لك ده. عند النخاشيش كده بفتح الحتة دي بالراحة. عند النخاشيش بيبقى لونها وردي او احمر، ما ينفعش تبقى لونها بني غامق او سودا. دي كده بايته او بايظه او فيها عفونه. فاهميني؟ كل الحاجات دي تفرق قوي قوي ان السمكيه تطلع حلوه معاكي. تملحها كده يبقى لذيذ. ما فيهاش مراره. كل ده يفرق معاكي. بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تعمليها انك تعملي فسيخ في البيت. لو رحتي تجيبي سمكه فسيخ نص كيلو مثلا، هتقطع معاكي من بره طبعا غير ما اعملها في البيت. هتقطع معاكي وهتكلفك جامد. ولو جبتي اكتر عشان طبعا بقى يعني العيد معروف انه بيبقى فسيخ، فلو جبتي اكتر هتكلفي نفسك اكتر واكتر. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. مبدئيا كده انا جبت السمكه الفسيخه دي قبلها بيوم. غسلتها تحت الحنفيه من غير ما ادعكها، من غير ما اشطفها حلو. هي يا دوبك كده تمسكيها من ديلها وتحطيها تحت الحنفيه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وتفتحي كده عند النخاشيش وتسيبي عندها الميه، مش بصباعك، ما تعمليهاش بصباعك. يا دوبك كده تسيبي عليها الميه تنزل اي لون غامق فيها، اي دم فيها، اي حاجات من دي. وخلاص كده، شكرا. تمام. طيب غسلتها حلو جدا. هعمل ايه؟ هتحطيها في مصفى واقفه كده، وتحتها طبق عشان كل الميه اللي في الفسيخه تنزل. ما ينفعش تخلليها خالص خالص وهي فيها نقطه ميه واحده. لازم تتخلل وهي ما فيهاش اي ميه. دي حاجات اساسيه كده كان لازم اقولها لكم قبل ما نبدا. اني تخليل الفسيخ يعني اقول لكم ازاي والمقادير قد ايه والكلام ده كله. كان لازم اقول لكم الاساسيات دي، عشان لو قلت لكم المقادير على طول ممكن الفسيخه تبوظ منك عشان اي سبب من الاسباب اللي انا قلتهم لك. وكمان كان لازم اقول لك نقي سمكيه عامله ازاي. طيب السمكيه دي بكام او وزنها قد ايه؟ السمك ده كان عامل 240 جنيه. في 150 بس صغير، فانا جبت واحده كبيره. قلت بدل ما اجيب اتنين تلاته انا هجيب واحده كبيره او حجمها مناسب بالنسبه لي. ودي كانت عامله 240 الكيلو، قطعت معايا 210. يعني اقل من الكيلو بحاجات يعني. اللي هو حاجات مش كتير برضو، يعني اللي هو كيلو الا ربع. والربع بقى خدي منه شويه كده حطيهم على ايه، على بقيه السمكيه، فهي خلاص كده كيلو الا ربع ايه، بس زايده شويه. فاهميني؟ تمام. خلاص بقى خلصت كده وقلت لكم كل حاجه ممكن اقولها لك في الفسيخه. طيب تخليل الفسيخ في الشتاء بياخد قد ايه يا بنات؟ بياخد من 7 ل10 ايام. انا دلوقتي طبعا الفيديو نازل متاخر، يعني خلاص باقي اسبوع على العيد. طيب مفيش مشكله خالص، هاتي سمك اصغر شويه. يعني مش شرط تجيبي الحجم اللي انا جبته، هاتي اصغر شويه. انا عاملاها بالظبط من يومين بس، حاولت انزل لكم الفيديو والله، بس للاسف مش عارفه. الموبايل كان فيه مشكله، فمش عارفه. حاولت امنتج لكم فيديوهات، كذا فيديو معايا، بس على قد ما بقدر بنزل والله. تمام. تعالوا بقى اقول لكم اول حاجه هنعملها خالص. بعد ما خلاص صفت ميتها وانتوا شايفين اهو البلانشه ما فيهاش ولا نقطه ميه، هبتدي ان انا اجيب مناديل كده وانشف الفسيخيه حلو جدا.
وعند النخاشيش كمان هبتدي ان انا انشفها حلوه قوي 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 عند النخاشيش. الموضوع ده هيفرق معايا قوي قوي، اني ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه ولا دم ولا الكلام ده كله. بصوا حتى بعد ما سبتها تصفي برضو فيها ميه او دم، فلازم ان انا امسحها كده بالمناديل كويس جدا من كل ناحيه، بحيث اني ما يبقاش فيها خلاص ميه تماما. الموضوع ده والخطوه دي مهمه قوي قوي. عايزه كمان تحطي المناديل كده فيها زي ما انا بحطها عند النخاشيش، وتسيبيها ليله تانية في التلاجة، مفيش مشكله. بس ما تقلقيش، انت لو عملتي كده وخلاص رميتي المناديل والسمكيه بقت جاهزه معاكي ان انت تشتغلي فيها على طول. شفتها بقى حلو جدا قدامكم اهو وبقت جاهزه معايا. عندي دلوقتي ملح. طيب هستخدم ملح ايه؟ ملح خشن. وما ينفعش ملح غير الملح الخشن. الملح الخشن لتخليل الفسيخ. ممكن استخدم ملح ناعم؟ لا ما ينفعش، الملح الناعم مش هينفع معاكي خالص لتخليل الفسيخ. انا بستخدم ملح خشن. تمام. طيب هستخدم قد ايه؟ الكميه اللي انتوا شايفينهم. انا جايبه ب 10 جنيه، خدت نص الكميه، يعني خدت حوالي 5 جنيه الفسيخيه دي. وكمان بحب احط قوي قوي معلقه كركم. والكركم بيديها لون حلو جدا كده من بره، هتشوفوه دلوقتي وانا بستخدم. وكمان نص معلقه شطه، انا مش بحب اكتر الشطه فيها قوي. وشويه زيت صغيرين بقى كده. الزيت ده بيعمل ايه معايا؟ الزيت ده ماده حافظه للفسيخ بتاعي او لاي حاجه انا بخللها. اي حاجه بساريه فسيخ، سردين، ملوحه، اي حاجه بتخلليها، الزيت ماده حافظه معايا. وفي نفس الوقت بيديها لمعه كده لذيذه وحلوه معايا، بتبقى شكلها حلو قوي قوي. نزلت بقى كل المكونات على بعضها، اللي هو ايه، معلقه كركم، نص معلقه شطه، بحوالي 5 جنيه كده. انا مش عارفه المقدار بالظبط، بس الطبق اللي انتوا شفتوه ملح خشن، اللي هو ملح البحر، الملح الخشن. وبقلبه حلو قوي قوي. مبدئيا جبت السمكيه بتاعتي، هفتح كده عند النخاشيش وابتدي بقى ان انا احشيها بالملح. احشيها كويس جدا بالملح، ما تخافيش مش هتحدق معاكي، هتبقى ملحها ان شاء الله باذن الله مظبوط ومظبوط جدا كمان. عايزه بقى انت تخليها حادقه شويه، كتري الملح شويه. يعني لو انت بتحبيها حادقه شويه كتري الملح شويه كده، هتبقى مظبوطه. طعمها حلو، يعني لذيذه مع العيش كده والبصل والحاجات الحلوه دي، هتبقى لذيذه جدا جدا. حطيت كده بقى عند النخاشيش، وحطيت كمان في بق السمكيه. افتحي السمكيه وحطي في بقها كمان. وبقت خلاص بقى، خلاص انا حشيت الحتتين دول. هجيب بقى اكياس تلاجة وابتدي ان انا احط فيها السمكه. وبقيه الملح ده هعمل بيه ايه؟ هحطه على السمكه دلوقتي معاكم برضه. يعني انا مش هسيب ولا فتفوته حاجه، يعني متقلقوش، هحطه على بقيه السمكه. الزيت بقى بحطه في الاخر خالص، بحيث ان انا ابتدي اعمل مساج بيه كده للسمكيه بتاعتي واظبطها بيه. وكمان يدي لمعة كده للسمكة، وتبقى كمان كده الزيت يعني مخلي لونها كده وشكلها لطيف، ومادة حافظة ليها. مفيش اي مادة حافظة ليها غير الزيت، هو ده اللي هيحفظها من ان هي تعمل عفونة. طبعا طبيعي جدا 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 ان الفسيخ اول ما تطلعيه بعد ما يستوي تبقى ريحته صعبة شوية. ما تقلقيش خالص، ده كده مش بايظ، هو ريحة الفسيخ كده، هو ده ريحة الفسيخ. تمام. حطيت بقى الزيت كده وخلاص، هقفلها بقى كويس جدا. طلعي اي فراغات هواء موجوده في الاكياس، اي فراغات هواء طلعيها. الموضوع ده يفرق قوي 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 ان هي ما تعملش عفونه معاكي. اي هواء جوه الفسيخه او جوه الكيس اللي انت بتعملي بيه. ولو عندك استرتش كمان، انا ما كانش عندي استرتش، لو عندك الاسترتش، رول الاسترتش لفي بيها على قد ما تقدري. الموضوع ده هيخليها ما يبقاش فيها ولا نقطه هواء. لو هتعرفي تفرغي الهواء كده زي تمام، حلو جدا جدا جدا، مفيش مشكله خالص. عايزه اقول لكم حاجه كده، كان تعليق جالي من متابعه، وشكرا ليكم بجد. وانا تعليقاتكم على راسي من فوق بتفرق معايا قوي قوي قوي، وبحس ان انتوا مهتمين جدا، فدي حاجه بتفرحني. مبدئيا كان كلامها ذوق جدا وجميل ومفيهوش اي مشكله. هي بتقول لي ان اللبس شتوي قوي اللي انت جايباه. يعني هي الاول قالت لي تسلم ايدك وكل حاجه، بس ملاحظه بسيطه ان اللبس شتوي. بصي مبدئيا احنا في عز الشتاء، يعني احنا في الشتاء. احنا المطر امبارح نطرت عندنا في القاهره. تمام. امبارح كان في عاصفه والنهارده في عاصفه شديده. عايزه اقول لك الجو سقع. الجو فيه احنا لحد الان لسه مضغطه البطاطين، ما خففنيش. احنا في عز الشتاء يا بنات. عايزه اقول لك ان انا جايبه اللبس شتوي عشان كده. تمام. وهو ده المعروض في السوق، لسه الخريفي ما نزلش، فانا جايباه الولاد يلبسوه في العيد ويتشال نظيف زي ما هو. يعني يتاخد كده شطفه وغسله محترمه، ويتشال كده بكيسه للشتاء الجايه، هكيسه واشيله. اللي هو الحاجات التقيلة، فاهميني؟ السويتشرتات، الطقم بتاع تمارا، البولوفر بتاع تمارا، الحاجات دي. انما في حاجات هتنفع، يعني الجيبه الجلد ممكن تنفع لو تحتها شراب اللي هو الكولون المخرم لتمارا، هيبقى شكله حلو جدا في الصيف، مفيش مشكله. هتقولي كولون في الصيف؟ ما انا بقول لكم المخرم اللي هو الصيفي. تمام. العيد الكبير كده كده لازم لازم اجيب لبس، يعني تيشرتات للصيف.
فانا كده كده في العيد الكبير هوريكم برضو تيشرتات للصيف هجيبها للولاد ان شاء الله باذن الله. تمام. تاني حاجه برضو كانت بتقولي ان السويتش تريت فيها استرس، والاسترس للبنات وكده، والله هي دي الموديلات اللي نازله عندنا كلها، السوق كله متغرق بيها. اولادي عايزه اقول لك في ترنجات اولادي مليانه استرس، بس انا جبت ترنجات يعني قلت خلاص بقى كفايه ان السويتشيرتين فيهم استرس والولاد اللي شطانين فيهم والله. بس دي الفكره كلها، بس حبيت بس اوضح لك واقول لك طبعا ان تعليقاتكم على راسي من فوق، وان بتفرق معايا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما كده مع بعضينا، ويا رب كده يكون عيد سعيد علينا كلنا. وانا مشغوله عنكم بجد لاني فرح اخويا قرب خلاص، ان شاء الله في اول شهر 5، هو 1/5 خلاص حددنا. فاللي هو انا ملبوخه، يعني انا ملبوخه جدا عشان بنجيب العفش والجهاز والحاجه والشقه بتتوضب. فاللي هو بجد والله يعني مش سايبه ماما، فغصب عني ان انا مقصره معاكم، حقكم عليا. طيب مبدئيا كده بقى هنكمل بقيه الفيديو عند ماما. حبيت اعرفكم برضو ان انا كنت اليوم ده هفطر عند ماما. عملت ايه؟ عصقت اللحمه المفرومه عادي جدا زي ما عصقتها معاكم كتير جدا عندي وعند ماما، وعصقتها معاكم كتير في فيديوهات كتير. تمام. طيب هتعملي ايه؟ هعمل لفتين جلاش بنص كيلو لحمه مفرومه، وكمان هعمل جنبهم ايه؟ كوسه بشاميل. كل ده بنص كيلو، كل ده بنص كيلو، هتبقى اكلات حلوه جدا مليانه لحمه، واللهم بارك جميله قوي قوي قوي. تمام. انا بقى بحب اعمل ايه كده؟ انا بحب ان انا يعني ما بحطش طبقه واحده من الجلاش، انا بدهن الارضيه كده سمنه، وبعدين ببتدي ان انا احط ورقتين 3 من الجلاش ادهن عليهم سمنه، واحط ورقتين 3 كمان وادهن عليهم سمنه. الموضوع ده بيفرق في ايه؟ بيفرق ان الجلاش ما يبقاش شارب سمنه كتير بين كل طبقه وطبقه، وفي نفس الوقت بتخلصي نفسك، ما بيبقاش بقى ايه لسه طبقه طبقه هعملها، فاهمني؟ حطيت بقى ايه على النار؟ حطيت شويه زيت في نفس الحاجه اللي عملت فيها اللحمه المفرومه، نفس الصينيه او نفس الطاسه، هي نفس الحاجه اللي عمل فيها، يعني متوسخيش مواعين حواليكي كتير. حطيت شويه زيت صغيرين، نزلت كده الكوسه، والكوسه نزلت ميه كتير قوي قوي لان انا كنت حافظاها في الفريزر، فطبعا ما خدتش الميه بتاعتها كلها، يعني صفيتها شويه. تمام. انا بالنسبه لي كده كميه اللحمه كويسه قوي قوي ما شاء الله اللهم بارك، حلو. عايزه تكتري وتعملي براحتك، بس انا بقول لكم بقى ايه، احنا اليومين دول خلاص اواخر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فاللي هو خلاص بنحاول ان احنا ما نبهرجش الدنيا وما نعملش اكلات كتير وما نغرمش نفسنا كتير. فانا عايزه اقول لكم بنص كيلو من اللحمه المفرومه عملت الثلاث، يعني او هنقول صنفين بس على 3 حاجات. يعني انا عملت دلوقتي ايه باللحمه المفرومه بنص كيلو؟ لفتين جلاش هعملهم على صينيتين، وهعمل كمان طاجن كده او صينيه كوسه بالبشاميل. يعني كوسه بالبشاميل من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي. وعملت البشاميل كده مع نفسي، قلت طبعا انتوا عارفين طريقته وعملناه كتير مع بعض، عملته كده مع نفسي. وحبيت اصور لكم برضو واديكم فكره كده. وعايزه اقول لكم انا القطايف السنه دي عملتها مره وما صورتش، مره واحده ما جبتهاش تاني، لان احنا ملناش تقول على الحاجات مسكره قوي، ما بنحبهاش قوي، فما عملتش قطايف خالص غير مره واحده، فما صورتهوش. كان نفسي اديكم حشوات كتير للقطايف وافكار كتير، بس معلش تتعوض ان شاء الله باذن الله. ممكن اليومين دول برضه اجيبها واديكم افكار حلوه، يعني مش عارفه. طيب جبت بضايه، دي كانت اخر بضايه عندي، فقلت حلوه جدا وهتبقى تمام وزي الفل، وهتطلع الجلاش معايا حلو جدا. مش معنى ان انا عامله جلاشتين فلازم احط بيضتين، لا. لو انت بتحبي بضايه واحده مفيش مشكله، في ناس ما بتحطش بيض اصلا، بتحط لبن بس او شوربه بس. وحطيت عليها كمان حوالي كوبايتين كده من اللبن، وقلبتهم حلو جدا بملح وفلفل اسود، وخلاص بقى. بقى دلوقتي الكوسه بالبشاميل. عايزه اقول لكم الكوسه بالبشاميل من الحاجات الواو التحفه الخطيره، بس لازم البشاميل يكون سال شويه. ده الفرق بينها وبين المكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل ممكن يكون بنتقل الصوص شويه، لا دي صوصها بقى وحلاوتها ان الصوص يبقى خفيف، او اللحمه مش كتيره بس ما شاء الله حلوه، وكان طعمها خطير، والكوسه كانت دايبه دوب، دايبه كده دوب ما شاء الله اللهم بارك. فعايزه اقول لكم هي بجد حلوه قوي قوي. طيب هدخلها الفرن بقى بعد ما اخلص كل حاجه وخلاص تبقى جاهزه معايا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 200، أي درجة حرارة، دي حاجة مش هتتحرق معايا. ولعت عليها فوق وتحت بحيث إن الكوسة تكمل سواها في البشاميل، ومن فوق تاخد وش حلو. والجلاش كمان هطلعه معاكم دلوقتي بعد ما خد نص سوا كده الأرضية بتاعته، أو يعني الطبقة اللي من تحت بقت لونت معايا لون ذهبي. هقوم مطلعاها، هحط عليها ايه؟ هحط عليها كده اللبن بالبيض اللي انا عملته، والنص الكمية بتاعت اللبن بالبيض هحطها على الصينية التانية، وخلاص بقى جاهز معايا. وهدخله تاني ياخد يا دوبك بقى الوش واللون الحلو المحمر اللي من فوق. وده كان شكله بقى لما خرج،
وكل سنه وانتم طيبين، كل رمضان وانتم معايا، وكل عيد واحنا مع بعض. طبعا لسه في مشتريات للعيد بقى، الحاجات اللي بتفرح الولاد، الكنزي والحاجات الحلوه دي. انتظروني في فيديوهات حلوه كتير الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، وهنفتح على الفسيخه مع بعض. اشوفكم على خير كده في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، هتوحشوني. باي باي.